اكمل. انت حضرتك يا استاذ محمد بتسال سؤال، بتقول ايه المكافاه للمدرس عشان يبذل جهد اكبر وكده. المكافاه هي ان الطالب يكون متفوق، ان الطالب يحقق نسب نجاح عاليه، بيكون المدرس سعيد وبيكون المدرس فرحان زي المزارع اللي فرحان بحصاده، زي الفلاح اللي هو بيكون فرحان بحصاده، فرحان بزراعه ارضه. دي الحاجه الوحيده اللي بتسعد المدرس. صحيح الماديات حاجه مطلوبه وحاجه مهمه، لكن الاكثر والاولى هو تفوق الطالب، ان انا اشوف ابني دكتور او مهندس او ضابط او شخصيه مرموقه في الدوله. ده اللي بيسعدنا وده اللي بيفرحنا وده اللي بيفرح المعلم. الاستاذ عبد الله السباعي رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي باداره سيدي سالم، والاستاذه الفاضله الاستاذه هيام سلام مواجهه تخطيط باداره سيدي سالم، كان لهم لمسات واضحه وساعدونا في كتير وتوجيهات كتير عشان ناخد مركز اول ان شاء الله على مستوى الاداره في التخطيط الاستراتيجي. كلمه لهؤلاء الافاضل. الناس دي حقيقه احنا من يوم ما عرفناهم وهم اضافه جميله لنا، واتعلمنا منهم حاجات كتير واستفدنا منهم حاجات كتير، وفكرهم هو اللي خلانا نهضنا بالمدرسة بالشكل الكويس والمتميز ده، وأنا بأشكرهم. ومن هنا من مدرسة الشهيد بهجات الصاوي بقول لهم صباح الخير. في نهاية اللقاء، كل عام وأنت بألف خير قائدنا المبجل المحترم الراقي، ودائما وابدا على مسيره العلم نلتقي دائما ونصل بهذه المدرسه وهذا الصرح التعليمي الشامخ لاعلى واقصى مدى ان شاء الله، بدايه من الاستاذ ابراهيم دياس الفاضل لابنه ونجله الاستاذ حافظ ابراهيم، وكل عام وانتم بالف خير. استاذ محمد، اختتم الكلام بان انا اشكر حضرتك، لانك انت الاضافه الجميله اللي موجوده في المدرسه، وانت من الناس المتميزين جدا ومن اللي اثروا في شخصيه الطلاب على كافه المستويات، سواء كان المستوى الرياضي، سواء كان المستوى الثقافي، سواء كان المستوى الفني. لمساتك واضحه، لمساتك قويه، لمساتك مؤثره. انا استخدمت تعبير، قلت لو سمحتوا ان انا استخدم التعبير في الاستاذ محمد شوقي، ان انا اقول ان هو مفجر المواهب. مفجر، مش لاقي كلمه اكبر من كده ان انا اقولها، لانه بيفجر الموهبه من جوه العيل. شكرا استاذنا الفاضل، وكل عام وانتم بالف خير.